بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو اليوم هو كيفية تسديد قسيمة السيارة. أولا نكتبوا في جوجل قسيمة السيارات ولا فينيات في الجزائر. نضغط على هذه وزارة المالية الجزائرية، هذه هي. نهبطوا لتحت نلقاو هذا السيت، هذا الرابط نضغطوا عليه. مرحبا بكم في منصة اقتناء قسيمة السيارة عام بعد سنة 2026. بعد ما ندخل الماتريكول نضغط على التالي. بعد ما نضغط على التالي تجينا هذه معلومة: لم يتم العثور على المعلومات المتعلقة بهذه المركبة، لذا يرجى منكم التقرب من قباضة الضرائب لاقتناء القسيمة. المهم هذا الميساج مديروش عليه لأنها بروبليم دو كونيكسيون. دوك تبقاو تعاودوا حتى يعطيكم تقدروا تدخلوا للسيت، لاني عاودت هذه تحقق مصلحة المعلومات المتعلقة بالمركبة. في المرحلة هذه كان واحد الخانة تاع رقم التعريف الوطني لصاحب المركبة، تكتبوا بحدها في الخانة اللي بحدها اسم ولقب صاحب المركبة. قرأت هذه المعلومات وأؤكدها، كوشيو عليها بالبلو وأؤكدها، ثم أضغط على التالي. دفع مبلغ قسيمة السيارات دينار جزائري. المبلغ الواجب دفعه مقابل قسيمة السيارات لسنة 2026 بالدينار الجزائري 3000 دينار، وهي 3000 دينار جزائري، واللي هي 300 ألف. هنايا أقبل بشروط الاستخدام، ثم أضغط هنا. نحب نخاصو بلاكارت الذهبية تاع لابوست ولا كارت البنكية تاع البنك. ومن بعد ما نوصل المرحلة هذه باش نحطو معلومات البطاقة الذهبية، يعني باه وصلت للمرحلة هذه بصعوبة جدا، موقعة غلبان بالسيف لا يفوت. نكتبو هنا رقم بطاقة الذهبية ولا رقم البطاقة البنكية. بعد نقلبو لاكارت ونكتبو هذاك CVV2 تكون 3 أرقام. تاريخ انتهاء الصلاحية لازم تكون يعني في الخدمة لاكارت، اسم اللقب تاع لاكارت ولاكارت. في المرحلة هذه نكليكيو على انفوايي باه يوصلنا كود دو كونفيرماسيون في نيميرو التليفون تاعنا. وكي ما يكونش عندنا رقم هاتف مرتبط بالبطاقة الذهبية ما راحش يجينا كود دو كونفيرماسيون، وبالتالي البايمون ما راحش يفوت. دونك في هذه الحالة تروحوا للصرف الآلي وتحطوا لاكارت تاعكم وديروا معاملة هاتف النقل، تغيير رقم الهاتف، تأكيد المتابعة، ودخلوا نيميرو التليفون باه يجيكم كود دو كونفيرماسيون. نديرو انفوايي، يجينا كود دو كونفيرماسيون ونحطوه، وهنا رانا وصلنا للمرحلة هذه، يعني تمت بنجاح. وهنا نحملو الاستمارة تاعنا ولا هذا الغوسو، ولا نمبريميوه ننسخوه ولا نبعثوه الايميل تاعنا. المهم عندنا نحكمو اون كوبي. هاو لو موديل، هذا ما كان نمبريميوه باك ونحطوه في السيارة تاعنا. شكرا على المشاهدة. دوك نعاود لكم الطريقة ولكن بالتفصيل. قبل ما نكملو الدفع نتوما كي تحطوا رقم ماتريكول، هذه ملاحظة: يخرجكم معلومة: لم يتم العثور على المعلومات المتعلقة بهذه المركبة، لذا يرجى منكم التقرب من قباضة الضرائب لاقتناء القسيمة ابتداء من تاريخ 1 أفريل 2026. هو تبقاو تنسيستيو برك، بقاو انسيستو، بقاو حاولوا حتى تجيكم الصفحة. ابارامون عندهم بالك مشكل في الانترنت ولا مشكل في السيت. المهم بقاو عاودوا حتى تجيكم معلومات رقم التعريف الوطني اللي تحطوه. هاي التالي ومازال تخرج لي، ندير اغلاق ونزيد ندير التالي حتى تجيني لاباج الثانية. الو مازالت.
نجحت عملية التسجيل. دوكا نديرو هنا المركبة سياحية، عدد المقاعد، قواعد جبائية، المهم ولاية، سنة ووضعها في السير. دوكا هنايا رقم التعريف الوطني الجبائي، نحطو رقم التعريف الوطني اللي يجي طويل اللي فيه 18 رقم، من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز سفر أو رخصة سياقة بيومترية بالطبع لصاحب المركبة. رقم التعريف الوطني تكتبوه كامل فيه 18 رقم، وهنا الاسم واللقب تاع صاحب المركبة تكتبوه هنايا. بعد تكوشيو على هذه قرأت هذه المعلومات أكدتها، ثم كي تكليكيو عليها ديروا التالي، ثم تجيكم المبلغ الواجب دفع مقابل قسيمة السيارات لسنة 2026 500 دينار، 50,000. كنضغطو على البطاقة هنايا نكوشيو الساعة أقبل شروط الاستخدام، ثم نضغط على البطاقة الذهبية هنا، وهنا نفس الشرح كيما لابارتي الاولى من لا فيديو. هنا عندكم هنا تحطو معلومات البطاقة الذهبية وتكملو، من بعد ديروا انفاي كود دو كونفيرماسيون في نيميرو التليفون تاعكم. اذا كان ما عندكمش بالطبع تروحوا صرف الآلي تدخلوا نيميرو التليفون تاعكم، وهنا ديروا طباعة ولا نسخ ولا ارسال الى بريد الكتروني. وهذا هو هذه هي القسيمة تمبريميها تحطوها في السيارة تاعكم وبصحتكم. المهم حاولوا، هذه ملاحظة تاع خطأ، هذه تبقاو غير عاودوا حتى تدخلوا الموقع. هذه فقط لابارتي تاعي درت لكم ملاحظات فقط. شكرا.